تعرف ان مصطفى كامل ومحمد فريد كانوا عايزين حافظ نجيب يدرب جيش في الحبشه؟ ايه ده، ما تعرفش؟ تعال اما اقولك. بس قبل ما اقولك تعال اعرفك هو مين اصلا حافظ نجيب. حافظ نجيب ده روائي وصحفي مصري اتولد سنه 1833 وكان بيتكلم لغات كتير جدا زي الانجليزي والفرنساوي والتركي. جده اصلا كان تركي وباباه خلاه يدرس في الكليه العسكريه. كان مشهور جدا بانه بيعرف يتنكر ويتخفى من غير ما حد يكشفه، لدرجه انه اشتغل مع المخابرات الفرنسيه في الحرب العالميه الاولى. ده غير انه كمان اشتغل في الجيش العثماني. ولما رجع مصر بقى اشترك في تاسيس مجله اسمها مجله العالمين. فالشرطه وقوات الاحتلال الانجليزي فضلوا يطاردوه كتير جدا، وكل مره كان بيعرف يفلت منه، لدرجه انه اتنكر في شكل مندوب السامي البريطاني نفسه. كتب حافظ نجيب في الجزء الاول من مذكراته انه لما كان مطارد من القوات الانجليز كان طبعا عاوز يستخبى منهم، وفي قعده كده رايقه جمعته بالزعيمين مصطفى كامل ومحمد فريد قال لهم انه بيفكر يترهبن. الفكره عجبت الزعيمين جدا، اقترح عليه انه يحاول يتدرج في المناصب ويبقى مطران الحبشه. بس اشمعنى بقى منصب مطران الحبشه؟ منصب مطران الحبشه ده منصب مهم جدا. وقتها بقى الكنيسه في الحبشه كانت تابعه للكنيسه المصريه، والمطران هناك بيتم تعيينه من الكنيسه المصريه. وهناك بقى كانت الخطه ايه؟ انه يدرب جيش بعيد عن عيون الانجليز ويقدر يحرر السودان ويحارب الانجليز من هناك. وبيطلبوا منه انه يحتفظ بالسر وما يقولش لحد ابدا. المشكله بقى ان مصطفى كامل كان مريض جدا في الوقت ده وتقريبا على فراش الموت، بس حافظ نجيب هيمشي في الخط فبيغير اسمه ويخليه غبريال ابراهيم، وطبعا بينضم للكنيسه. بس بعد شويه بينصدم بخبر وفاه مصطفى كامل، فبيكتب قصيده مؤثره جدا بيرثي فيها مصطفى كامل، وبيعرض القصيده دي على رئيس الدير فبتعجبه جدا، وبيعرضها طبعا على بعض من اصدقائه. فاقترحوا عليه ان هو يعرضها لجريده من الجرايد تتنشر، فجريده من الجرايد بتوافق وبتنشر القصيده بس باسم الراهب غبريال ابراهيم. وقتها البطريرك كيرلس الخامس غضب جدا من اللي عمله الراهب غبريال ويقوم طرده بقى من الكنيسه، لان الرهبنه من شروطها اعتزال العالم. البطريرك كيرلس الخامس كان متشدد جدا وطلب بقى يقابل الراهب اللي بينشر كده قصايده وحاجته في الجرايد. فراح حافظ نجيب لمحمد فريد يقول له اعمل ايه، لكن محمد فريد غضب منه جدا لانه بوظ الخطه بتاعتهم لمحاربه الاحتلال ويقوم طرده هو كمان من البيت. الحقيقه ان حافظ نجيب ده حدوته لوحده، هو فعلا صحفي وكاتب ومغامر، بس ايه، نصاب وعمل كل حاجه، لدرجه ان هو هارب من جوه المحكمه وهو جوه القفص بيتحاكم. كتب مذكراته واعترافاته على جزئين، لكن للاسف مات قبل ما يخلص الجزء الثاني. وهو نفسه الشخصيه اللي استلهم منها الفنان محمد صبحي، شخصيه البطل من المسلسل فارس بلا جواد، وكان اسمه برضو حافظ نجيب. السؤال هنا بقى، لو حافظ نجيب قدر يبقى مطران الحبشه كان هيحصل ايه؟ لو حابين تعرفوا حواديت تانية من عالم حافظ نجيب اكتبوا لنا في الكومنتات. بسيط.